الاهلي بيكسب المحله في غزل المحله على ارض المحله 2-0، ودي حاجه من الحاجات الكويسه لان استاد غزل المحله من الاستادات الصعبه جدا، بالذات كمان لما بيبقى فيه جمهور. النهارده بصراحه الجمهور سواء بتاع النادي الاهلي او غزل المحله كانوا الاثنين ممتعين جدا. والماتش ده حصل فيه ظاهره نادره، هي عوده بيرسي تاو للتسجيل بعد سنه كامله ما سجلش فيها في الدوري. اخر مره سجل فيها بيرسي تاو كان في ماتش سموحه اللي فات السنه اللي فاتت من سنه كامله، وفي نفس الوقت الراجل جايب في 37 مباراه كاملين لعبهم مع الاهلي 9 اهداف وعامل 6 اسيستات، يعني مساهم في 15 هدف، وده رقم يعني نتناقش فيه. امبارح كان في كاس العالم، انا عايز طبعا تحيه للمغرب والكلام ده كله هنقولها، بس انا عايز اقول كلمه كده عن ماتش البرتغال وسويسرا. انا صعب عليا الزملكاويه قوي بصراحه، يعني بصراحه الناس ديت بصراحه احنا كاهلاويه معذبينهم معانا. فرقتين من قاره اصلا مش قارتنا بيلعبوا اساسا بطوله احنا مش مشتركين فيها، وغير ان هم بيلعبوا مش بطوله ان احنا مش مشتركين فيها، لا ده بيلعبوا كمان على قاره اصلا غير برضه قارتنا. واحد فيهم كسب الثاني 6-1 على طول، تلاقي الزملكاويه بيتحفل عليهم. ده كفايه كمان غير قصه القضيه والكلام ده كله، فبيصعبوا عليا بصراحه. فيعني تحيه بصراحه للجمهور الزملكاوي الغلبان. وهنا ياتي سؤال الحلقه: من هو الافضل في النادي الاهلي في مركز صانع الالعاب؟ هل هو برونو سافيو ولا قول لي بقى انت تحت في الكومنتات، وهكون مبسوط جدا كمان لو عملت لي لايك على الفيديو ده وعملت له شير واشتركت على القناه، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت. انا احمد ياسر وده برنامج جول مشترك بنتكلم عن الاهلي وشويه حاجات حلوه كده. يعني بالبدايه بقى عشان نقول بقى للجمهور المغرب تحيه كبيره جدا للجمهور العظيم بصراحه، وتحيه كبيره جدا لشعب المغرب كله على الفوز والصعود امبارح. بس النهارده احنا بنتكلم عن الاهلي، وهيبقى لنا حلقه كامله مخصصه عن الموضوع دوت ان شاء الله بكره. اهم احداث المباراه اللي انا عايز اقولها لك علشان افكرك بالحلقه اللي فاتت اللي هتلاقيها ان شاء الله باذن الله في الكومنتات تحت، اللي انا كنت بتكلم فيها عن المشاكل اللي بتقابل الاهلي في غياب الاثنين المدافعين بتوعه وغياب علي معلول. النهارده اهم وابرز ما موجود في التشكيل هو ان عوده محمد عبد المنعم، بقى عندك سيرد باك بيعرف يلعب كوره، وفي نفس الوقت رجوع علي معلول. ومعاهم كمان طبعا في التشكيل ان انت بتشوف احمد عبد القادر، بتشوف برونو سافيو، بتشوف عوده جديده لبيرسي تاو اللي جاي النهارده وشكله واضح ان هو مختلف، وواضح ان بيرسي تاو راجع عايز يلعب. وفي نفس الوقت مع عوده التشكيل ده والنظام دوت، لا ده انت رجع عندك كمان نظام الاهلي اللي كان بيلعب بيه لما التشكيله الاساسيه كلها بتبقى موجوده. لو تفتكر الحلقات اللي فاتت اللي انا كنت بقول لك فيها ان دايما هتلاقي الاهلي بيهاجم عن طريق الجبهه الشمال، طريق علي معلول بيبقى دايما متقدم واقف جنب عبد القادر قدام، والمساحه الفاضيه اللي وراه ديت يا اما الاثنين قلب الدفاع بيتزقوا شمال شويه ويخش معاهم اكرم توفيق، او بينزل منهم حمدي فتحي يقف مكانه في الورا الباك الشمال. حمدي فتحي ما كانش موجود النهارده، اللي كان بيقوم بالدور دوت كانوا بيتنوعوا يعني بيبدلوا ما بين عمرو السوليه وديانج يعمل الدور ده شويه وعمرو السوليه يعمل الدور ده شويه. فلما رجعت المنظومه دي ورجع الكلام ده كله، انت خلصت الماتش في اول نص ساعه عن طريق هجمات كويسه جدا وهكلمك فيها بالتفصيل. بس اللي انا عايز اقوله لك ان قوه الاهلي رجعت في السيستم بتاعه باللعيبه الاساسيه اللي موجوده بتاعته، وده بيبقى انذار مهم جدا بالنسبه لك ان انت البدله بتاعت اللعيبه دي مش على قد المستوى. لازم تخلق بدله للعيبه دي عشان لو مش موجوده مفاتيحك بتاعت اللعب بتتقفل وبتبقى عندك مشكله كبيره جدا. النهارده المفاتيح بتاعت اللعب موجوده، فكان في تنوع كتير جدا في الاداء، وكان في اداء هجومي متميز جدا، وشفنا الاهلي بيروح على جون وبيجيب اجوان حلوه، واللعيبه كلها اذا تمتع الجمهور كله كوره. وتعالى نبدا سريعا كده بالجون الاولاني اللي جه لبيرسي تاو. الكوره كلها اصلا من البدايه فاول عند اسمه دوت برونو سافيو راح حاططها على الارض ولعبها لمعلول، وهنا راح معلول. هنا بقى الدور اللي انا بكلمك فيه بقى ايه، معلول اللي انت كان عندك مشكله في الجبهه دي، ما كانش الماتش اللي فات محمد اشرف بيعمل عرضيات، لا معلول هنا بقى موجود حل ان هو يعمل لك عرضيه متميزه جدا اللي يخش بيها بيرسي تاو ويحطها جون، وكان جون حلو قوي بصراحه. المفتاح اللي كان غايب الماتش اللي فات اللي انا كنت بقول لك عليه اهو بقى سبب في اول جون. هدف برونو سافيو بقى اللي هو جه بعد الجون الاولاني اللي جه في الدقيقه 18، ده جه في الدقيقه 30، يعني مفيش بينه وبين بعض 12 دقيقه. هدف مهم جدا وهدف لازم تركز فيه من البدايه. الكره اصلا كانت مع المحله كانت مقطوعه من النادي الاهلي، والمحله لعبها طويله جدا ناحيه محمد عبد المنعم قطعها وراح مسلمها لمعلول. معلول ما استناش، راح مسلمها بسرعه جدا لحد احمد عبد القادر، علشان احمد عبد القادر اللي كان في مساحه كويسه جدا. هوب بقى ستوب هنا ثانيه واحده، هنبتدي بقى نشوف. واحمد عبد القادر دخل خلاص، دخل على منطقه ال 18. مين اللي جاي له؟ عايزك تبص على الحركه بتاعت الثلاثه، سواء بيرسي تاو او كريم فؤاد او برونو سافيو. هتلاقيني انا معلم لك كده على كريم فؤاد بالاحمر، عامل ايده فاتح ايده كبير قوي كده بيقول لك ايه، اديني الكوره يا عبد القادر. وفي نفس الوقت هتلاقي جاي في ظهره برده برونو سافيو برده اللي انا معلم لك عليه بالاسود بيقول له علقها لي جوه انا هخش اجيبها من الجون. وهما الاثنين بيرفعوا دايما ايديهم وبيوجدوا حلول مختلفه في طول المباراه لعبد القادر لما يبقى معاه الكوره، علشان عبد القادر لو ته او سرح او رقص زياده شويه او حاجه، ايه يا عم الحق بسرعه هات لنا الكوره.
ان عبد القادر ما شافهمش اصلا، فراح داخل مرقص ترقيصتين حلوين ودخل، وبقى كريم فؤاد في مركز ان هو واقف على العرض القريبه، جات له الكوره عايز يلعبها بكعب رجله، لا راح معديها ومديها مين اللي جاي بقى من الخلف اللي فضل في مكانه. هنا المهم عندك قوي الحته بتاعت برونو سافيو. برونو سافيو ان هو يجي من المكان ده معناه ان ايه؟ كريم فؤاد اصلا رايح خلاص هياخد الكوره ويجيبها جون. ففكره ان انت عندك حد بيعمل فولو كمان على الكوره اللي هي تعتبر بنسبه 99% جون، دي حاجه كويسه جدا من وجهه نظري بالنسبه لبرونو سافيو. فلو حتى بصيت بقى على الهجمه ديت بديت منين؟ بديت من عند محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اداها لمين؟ اداها لمعلول اللي لعبها بسرعه جدا لاحمد عبد القادر، الجبهه الشمال، وعن طريق الجبهه ديت انت قدرت تجيب جون تاني. ده معناه ان المفاتيح اللي انا كنت بكلمك فيها هي من اهم مفاتيح النادي الاهلي. طيب الناحيه الثانيه، هل في مفتاح من المفاتيح اللي لسه غايب كان عامل لك مشكله؟ مع احترامي الشديد لياسر ابراهيم، انا بحبه وكل حاجه، بس ياسر ابراهيم في الماتش ده كان ممكن يسبب بعض المشاكل، لان برضو حتى على المستوى الدفاعي ياسر ابراهيم في حاجات غريبه بيعملها. يعني مثلا في الكوره اللي هي بتاعت باولو مفوافي ديت اللي هي ايه اللي كان خلاص دخل، اللي وقعت من ايد الشناوي وكان هيجيبها جون، الكوره دي قبليها اصلا اللي داخل مرقص من نص الملعب، ده كان المفروض اللي واقف له ياسر ابراهيم. لو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي هتلاقي ان ياسر ابراهيم بيعمل حركه غريبه جدا مش مفهومه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بيحلق عليه، ما بيخشش يضغط ياخد الكوره، فبالتالي الكوره اتلعبت عند الشناوي، وطبعا جزء منها موجود عند الشناوي ان كوره بسيطه زي ديت تقع من ايد الشناوي. وهنا هروح لنقطه الشناوي اللي كان هيتسبب في الشوط الثاني في مشكله برضو دخل فيها على لعيب، كان في حته يعني شناوي بيشيل الاهلي دايما طول الوقت ومحدش يقدر يتكلم عليه، بس الحتتين دولت كانوا ممكن يسببوا مشاكل كتيره جدا، خصوصا الكره بتاعه الطرد كانت ممكن تحط الاهلي في ازمه كبيره. الجانب الاخر اللي انا برضو عايز اتكلم فيه في المباراه ديت ومهم، احمد عبد القادر عنده كان مشكله في البطء ومشكله في التصرف بالكوره. النهارده احنا بنشوف احمد عبد القادر بيتحسن على المستوى بتاع الترقيص شويه، بس لسه برضو ايه فكره انك تلعب بسرعه برضو مطلوب، ولكن على مستوى الترقيص انا شايف ان احمد عبد القادر بيتحسن، وده مؤشر جيد ومؤشر كويس جدا. الناحيه الثانيه كريم فؤاد اللي هو ما كانش مركزه اصلا وما كانش بتاعه وما كانش قصته ولا كان حواره، النهارده هو بيحافظ على مكان في التشكيل الاساسي بتاعك عن حق. النهارده لو انت بتتفرج على كريم فؤاد ما تقدرش تقول باي شكل من الاشكال ان كريم فؤاد ينفع يلعب باك يمين تاني، خلاص هو كريم فؤاد وينج بالحركات اللي هو بيعملها، بالترقيص اللي بيرقصه، بالمراكز اللي بياخدها، بتهديفه، بفكره ان هو فعاليته قويه جدا على الجون. خلاص كريم فؤاد حفظ مركزه في النادي الاهلي في التشكيل ده، غير طبعا لو مستواه انخفض او حاجه هيرجع تاني محمد طاهر للصوره، ولكن خلاص كريم فؤاد قدم اوراق اعتماده، وده بيدي فرصه لمحمد هاني ان في حاله ان انت عايز تلعب بالبديل في الباك اليمين مكان اكرم توفيق هتلعب بمحمد هاني، فمحمد هاني لازم يركز، وفي نفس الوقت لو محمد هاني ما ركزش والدنيا بقت مش ماشيه يبقى لازم تشوف برده بديل للباك اليمين يكون عندك كويس، ونشوف محمد هاني ممكن نعمل معاه ايه. اخر لعيب عايز اتكلم عليه النهارده هو قفشه برده باين من الواضح ان الفرقه كلها عامه كمان بما فيهم قفشه ان هي عايزه تلعب كوره. قفشه النهارده بيلعب بشكل فيه مزاج عالي قوي، وفي نفس الوقت فيه رؤيه افضل من الفترات اللي فاتت. انا شايف ان قفشه برده بيتحسن، فكره ان في عروض وفي فريق اسكتلندي وفي الكلام ده كله، كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، ولكن انا من وجهه نظري ان قفشه بنسبه كبيره جدا يعني الفتره اللي جايه لو ركز، فكره برونو سافيو ان هو بيهدد مكانه طول الوقت دي مضايقاه، وفي نفس الوقت هتخليه ينتج اكتر من كده، فده برده في الاخر في مصلحه الاهلي. من ضمن برده التغييرات كانت حسين الشحات، وكان في قصه دايره في الفتره اللي فاتت، حسين الشحات لم يجدد عقده حتى الان. حسين الشحات ما حدش يتكلم عنه ان هو يجدد عقده، حسين الشحات كولر غير مقتنع بيه الى حد الان، وفي نفس الوقت حسين الشحات يحق له التوقيع لاي نادي في يناير القادم، وبنسبه كبيره جدا ممكن يكون حسين الشحات مش موجود. يعني والله هو ده المعلومه اللي انا عندي اقدر اقولها لك عن حسين الشحات. واخيرا وليس اخيرا يجب ان تقول لكولر برافو، لان انت النهارده عملت جيم كويس جدا، وفي نفس الوقت عملت نشوف الناس بتسقف، عملت حاجات حلوه قوي يعني. اولا ان انت قدرت تحافظ على قوام الفريق في الوقت الحالي، انك لما يبقى القوام بتاعك موجود ليه شكل واضح، البدلاء بتاعتك كلهم دلوقتي عمالين محفزين بشكل كبير قوي علشان ياخدوا اماكن، كله بيحاول يلعب كره جميله. النهارده حتى في التغييرات برضو انت بتحسن الاداء وبتقتل المباراه من اولها، ومباراه صعبه وبتحقق الفوز الخامس على التوالي في الدوري المصري، ودي حاجه كويسه جدا بتخلي الجمهور يطمن شويه، ولكن لسه الجمهور محتاج يطمن اكتر على البودر. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده، اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها، واشوفك الحلقه الجايه. سلام عليكم.